حكاية النهاردة حكاية عروس بني هاشم. كل ما تمر الأيام والعصور يزيد حبها وبنفضل ملهمين بيها وبقوتها. نزل اسمها من فوق 7 سماوات واتسمت أم هاشم لكرمها، وأم العزايم لقوتها في طاعة ربنا، وصاحبة الشورى لأن دايما بيرجع والدها وإخواتها الرأيها، ورئيسة الديوان لأن كل علماء وأولياء مصر بيجتمعوا في بيتها وبيتباركوا برأيها. وآخر اسم أم العواجز علشان كانت فاتحة بيتها لخدمة الأيتام والعواجز. هي صاحبة الكرم زينب بنت علي بن أبي طالب، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة الزهراء. اتولدت 6 هجريا في بيت النبوة والأخلاق، اكتسبت كل الصفات الحلوة وكانت أقرب الأحفاد لقلب الرسول. وللأسف سنة 11 هجريا بيتوفى الرسول، وكانت أول صدمة فقد تقابلها السيدة زينب. وبعد 6 شهور من وفاة الرسول اتوفت والدتها، زعلت واتأثرت لكن اتقبلت وجع الفقد بصبر ورضا، وفضل حنيتها على اخواتها واهلها تزيد. وعدت الايام والسنين وحصل لها الفقد الثالث في حياتها وهو وفاة والدها. فضل الوجع جواها يزيد لكن طاقة عطائها كانت اكبر بكتير. وفي يوم اخوها الحسين كان في معركة من اصعب المعارك في التاريخ الاسلامي، وقتها طلبت من جوزها انها تخرج تساعد اخوها في المعركة دي واللي اتسمت معركة كربلاء. خدت ولادها وراحت تساعد اخوها، لكن كان للقدر رأي تاني في اختبار قوتها، وكان اصعب موقف تمر بيه وهي شايفة اخوها وابنها واولاد اخواتها مقتولين ومقطوع رؤوسهم. ورغم الصدمة الكبيرة من المنظر الصعب ده فضلت تردد بكل ايمان وثبات: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وتعدي السنين وتفضل تداوي حزنها بعطائها وخيرها. وفي يوم قررت تيجي تعيش في مصر، وقف في انتظارها واستقبالها الوالي وفوج كبير من الشعب المصري في بلبيس، واحتفلوا بيها انها نورت مصر. فرحت وفضلت تدعي وتقول: يا اهل مصر نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وقتها الوالي كان مجهز لها مفاجأة، وقرر يهديها بيت كبير جدا يليق بيها. فقررت انها تاخد من كل البيت ده غرفة واحدة بس، وباقي البيت حولته مكان لليتامى والعواجز، وتفضل في خدمتهم لحد ما توفت. ورغم انها ما بقتش موجودة لكن اجيال ورا اجيال بتروح تزورها في القاهرة القديمة، وبيتباركوا بروحها الطاهرة وكأنه مكان سحري. اي احساس وجع او ألم في حد يروح يزورها يرجع جواه رضا وهدوء وسكينة. ودي كانت قصة واحدة من آل بيت النبي العظيمة، السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها.